السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين وفي احسن صحة وحال دايما يا رب. فيديو النهاردة بقى مشتريات المدرسة ليارا. اوريكم بقى كل حاجة انا جبتها وكده. نبدأ الاول بالحاجات الاساسية، خليكم معايا. طيب اول حاجة كده معايا جبت لها الشنطة العسل دي. عايزة اقولكم مش انا اللي منقياها، يعني ده اختي وبنت اختي يعني، بس ذوقهم عجبني. المهم يعني، بصوا هي لونها كده يعني اللي هو يعني مش عارفة اسود كده مشحب، او كحلي غامق، يعني اللي هو بس هو اسود يعني. وفيها كده اللبني ده والقوس قزح كده والقلوب الرقيقة ديت، فهي بناتي مش ولادي، عشان في ناس ممكن تفكرها ان هي ولادي. المهم بصوا بقى، هي طبعا خامتها مبطنة من جوه، فيها كده السوستة شكلها عسل قوي. في السوستة الصغيرة دي طبعا عشان لو هتحط الأقلام المقلمة. ودي السوستة تنفع قوي للانش بوكس لأن هي يعني طويلة. وفي سوستة تالتة كمان، دي اللي تنفع اللانش بوكس أو الكتب أو الكراريس. وطبعا السوستة الكبيرة هفتحها برضو وأوريها لكم، خليكم معايا. بصوا كده، ده كده شكل الشنطة من جوه اهي. هي مقاسها كويس قوي، ينفع اولى ابتدائي وتانية ابتدائي وممكن تالتة كمان. مقاسها كويس، فيها من جوه كده الجيب السحري ده او السري اللي هو هنا. ممكن كمان تحطوا فلوس، يشيلوا فيها حاجة مثلا، او تشيل لهم فيها يعني حاجة خايفة ان هي تضيع وكده. فبتنفع قوي، وزي ما قلت لكم مبطنة وليها الايد ديت علشان تتمسك منها. وده كده اهو شكلها، وكان سعرها يعني مش غالي خالص. تمام. طيب عايزه اقول لكم بقى ان يورا الحمد لله عندها كمان الشنطه دي، تعتبر يعني بحالتها كويسه بشوكها، يعني تعتبر بشوكها دي بتاعه السنه اللي فاتت، سنه اولى ابتدائي، اللهم بارك. بصوا دي خامتها بقى قماش ومستورده، ونضيفة جدا. معاها كده اللانش باج ده، ده كده لللانش بوكس. تمام. فيها الكلبشات دي ولا مش عارفة بتقولوا عليها كليبسات ولا ايه. ممكن الطفل يشيلها كده في ايده، وممكن تسيبها له مشبكة. انا يارا بلبسها لها على طول، يعني ان اللانش باج دي تبقى منها للشنطة على طول كده. بحس شكلها احلى يعني وكده. والرسمة برضو من هنا توم جيري زي ما انتم شايفين. كمان معاها البنسل كيس او المقلمة بتاعت الأقلام، بتكفي الألوان والبراية والأستيكة وقلم رصاص أو قلمين زي بقى ما انتوا عايزين. تمام. دي ماركتها اهي، اسمها غريبو باجز. تمام. وليها اليد بتاعتها قوية كده برضو متينة، وراها لكم برضو من جوه. بس نسيت اقول لكم كمان فيها في الجوانب كده المكان كمان اللي بتشيلي فيه ازايز المية او العصير. افتحها لكم اهو كده. ده شكل كده الشنطة من جوه. هي طبعا ما شاء الله واسعة جدا، يعني حاسة عرضها زي التانية او ممكن اكتر، سنة صغيرة يعني. وبصوا بقى ما شاء الله يا جماعة، فيها هنا السوستة دي سوستة داخلية برضو لو عايزة تشيلي حاجة ما تضيعش منهم فلوس اي حاجة. وكمان جيبين هنا سحريين. واحلى ميزة فيها طبعا الخامة القماش يا جماعة. انا ليه مش بجيب اللي هي 3D؟ انا ممكن اجيبها، بس الفكرة ان هي مش بتدخل الغسالة، يعني ما ينفعش تغسليها في الغسالة الاوتوماتيك، هتبوظ منك. الكلام ده كان من البياع وقت ما رحت اشتري الشنطة دي السنة اللي فاتت. يعني طبعا احنا بناخد بالشكل اغلبنا، ولو ما عندناش خبرة في الشنط والكلام ده بنجيب بالشكل وخلاص. تمام. فهو قال لي القماش دي نظيفة جدا و بتعيش وبتخش الغسالة، وفعلا لان هي ساعتها يعني السنة اللي فاتت كان سعرها غالي جدا. طيب هوريكم جبت ايه تاني. جبت لها كمان بقى الكوتشي العسل ده. طبعا كنت هجيب ابيض، بس هي اختي ربنا يحفظها لي قالت لي يعني كتغيير بلاش ابيض، وعلشان كمان يعيش وكده، لان الابيض طبعا بيتبهدل بسرعة وبيتوسخ. فجبت لها اللون الكشميري الكيوت ده. طبعا هيليق على لبس المدرسة، لان احنا هنا لبس مدرستنا اللي هو التيش... ال- التيشيرت اللي هو الاصفر، والبنطلون الكحلي او الجينز. تمام. فالكوتشي هيبقى لايق مع التيشيرت اهو. ده كده شكله
حلو قوي، عندي زيه على فكرة بس ابيض. فاللي هو يعني فرحت ان احنا نبقى لابسين حاجة يعني شبه بعض. وهو رباط كده وفي الحتة دي كده اهو. تمام. وطبعا بجيب مقاس اكبر نمرة علشان يعيش معاها او ينفعها، او الاهم ما يوجعش ايه رجلها. تمام. اهو ده كده ايه الكوتشي. طيب بعد كده بقى ندخل على اللانش بوكس، خليكم معايا. بصوا بقى جبت لها اللانش بوكس العسل ده اهو. ده كده شكله لونه كده موف في بينك شيك قوي. هيليق اكتر مع الشنطة دي، وهيليق برضو على فكرة مع التانية اللي هي دي. بس طبعا يعني يا اما يورا تلبس اللانش باج لوحدها، يا اما اللانش بوكس نشيله جوه جوه سوستة لوحدها في الشنطة. تمام. المهم هفتحه كده معاكم اوريكم من جوه عامل ازاي. وده كان سعره غالي يعني، ده كان ب65 جنيه. تمام. بتاع السنة اللي فاتت كان حلو قوي برضو، كان لونه بينك، كان لايق قوي برضو على الشنطة. بس احنا طبعا بناخد بالحاجة العملية اكتر، مش بالشياكة والكلام ده، الا بالحاجة اللي هي تنفع الاطفال. بصوا من هنا كده في المعلقة في شوكة 2 في 1. عجبتني قوي الفكرة دي، بس طبعا لو اديتوها لاولادكم ممكن يضيعوها ويجوا من غيرها. فاعتقد ان مش هعتمد ان انا ادي زيارة غير في اضيق الحدود. لو في حاجة واخداها في اللانش بوكس هتستخدم فيها معلقة او شوكة، بس ده بيكون نادرا يعني. المهم هو متقسم كده، تقسيمته حلوة قوي. بصوا ومن هنا كمان متقسم. انا دلوقتي اتفاجئت فحلو قوي. الماركة بتاعته اسمها الماسة، وهو رقم 5. تمام. الخامة النظيفة يعني الصحية وكده. المهم هو متقسم من هنا، تحطي بقى خضار، تحطي فاكهة. هنا ممكن تحطي بقسماط، باتون ساليه، حاجة خفيفة كده تكون رفيعة بالطول مثلا تقريبا يعني. وهنا برضو متقسم، هنا السندوتشات، وهنا لو حتة كيك ميني بيتزا مش عارف ايه الكلام ده كله. فعجبني قوي فكرته ويستاهل سعره. تمام. سيبه بقى على جنب. بص بقى جبت لها ازازة المية دي. هي لونها بنفسجي. تمام. الماركة بتاعتها ماكس اكوا مكتوب كده. تمام. بس بعد ما انا روحت لقيت مع ان هي نظيفة يعني. تمام. وسعرها برضو يعني وسط، ولا غالي ولا رخيص. المهم بعد ما روحت ببص هنا على الرقم، لقيت مكتوب رقم 1. فالمفروض ان انا بشتري على طول يعني الازايز ليارا رقم 5. فانا قلت همشي حالي بدي بس، لان انا مش جايباها من هنا. وان شاء الله هجيب لها واحدة بقى النوع احسن. او بصوا دي ماركة ماكس. عارفين انتوا ماكس طبعا معروفة في البلاستيكات بتاعة المطبخ وكده اهي. المهم قلت همشي حالي بدي بس كده كام يوم على ما اعرف انزل ان شاء الله واشتري لها واحدة تانية. او بصوا هو مكتوب عليها هنا رقم 2. انا الصراحة مش عارفة رقم 2 ده بيكون معناه ايه. انا اعرف رقم 5 ورقم 1. 5 انضف حاجة واصح حاجة، انما رقم 1 زي ازاز المية المعدنية بيكون معناها تستخدم مرة واحدة وتترمي. المهم طبعا انا هعقمها لها واغسلها لها كويس، وهبحث الاول على رقم 2. لو لقيتها حاجة مش صحية هشتري لها ان شاء الله واحدة غيرها. بس عموما هي شكلها حلوة قوي. تمام. بس لقيتها بقى ايه مش هتيجي في الحتة اللي في الجنب دي، فاضطر اشيلها في كيس وابقى احطها لها بقى ايه في سوستة من الشنطة. طيب جبت لها بقى كمان الشرابات القمر دي. ده الواحد كان ب10 جنيه بس، من محل كده انا بتعامل معاه اسعاره رخيصة في كل شيء. وجبت كده الشكل ده وبس، مش انا اللي منقياه. هو تقريبا ده اللي اسمه لابوبو. عايزه اقولكم بتشائم منه جدا، بسمع عنه حاجات بشعه. بس هو شكله كيوت يعني، اللي هو اطفالي في اول يوم ان شاء الله تبقى تلبس ده. وهبقى اجيب لها تاني بامر الله. طيب جبت لها بقى كمان التوك. جبت لها كده توكتين توك. هي الصورة مش واضحة قوي. بصوا هو ده عليه كده رسومات بالابيض ايس كريم وفوقيه فيونكة. مش عارفة اوضحها لكم ازاي، انتالي كده واضحة شوية. تمام. وجبت لها واحدة تاني. دول كان الواحدة ب15. جبت لها كده برضو كيوت قوي ايس كريم بفيونكة بس بشكل تاني. انا مش عارفة اوضحها لكم ازاي، بس هي الصورة مغلوشة. المهم ان الاتنين ابيض وكده.
ونبقى ان شاء الله نشكل تاني اكتر. المهم جبت كمان بقى دستة الاستك ديت، فيها 2 4 6 8 10 وحدات، كانت ب10 جنيه اهو مكتوب عليها. تمام، بس الصورة برضو مش واضحة، مش عارفة ليه. المهم دي كانت ب10 جنيه طبعا، عشان نعمل بقى توكتين قطتين ضفاير ديل حصان مش عارفة. وجبت لها كمان الكارت القمر ده، سعره 10 جنيه بس، تحفة قوي. بصوا فيه كام توكة، 1 2 3 4 5 5 ب10، يعني كأن التوكة ب2 جنيه. انتوا متخيلين الجمال ده كله؟ شكل كيتي عسل قوي كده، وشكل القزقزح بالابيض وفيونكة. بص هي حاجات طرية كده تحسيها مجسمة. والكلمة دهيت تمام ديت كاسمي. وكمان الفيونكة دي شكلهم قمر قوي. طبعا يعني انا لقيت ان انا ابقى اعمل لها، عشان دول صغيرين مثلا ولا حاجة ممكن يضايقوا شعرها، هربط بدول الاول وبعدين احط دولت من فوقيهم، بحيث يبقى دول اللي شكلهم ظاهر. تمام، وبكده يكون الفيديو بتاعنا النهارده خلص. يا رب يكون عجبكم. وعايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه السنه الجديده. وعايزه اقول لكم يا جماعه ان كل واحد يمشي على قده، يعني طبعا كل واحد بيجيب حسب الظروف، مش حسب اي حاجه تاني. وربنا يرزق الجميع يا رب، ويوفق اولادنا كده ويحفظهم، وتعلموا ان انتوا لو في ناس منكم يعني مش بتعمل كده، لا ابدأوا ان انتوا تستودعوا اولادكم وهم نازلين رايحين المدرسة، تقولوا اللهم اني استودعك اولادي فاحفظهم بعينك التي لا تنام. وان شاء الله ربنا يحفظها لكم يا رب، ويكونوا من المتفوقين الناجحين. بس كده، اتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك، تعملوا شير، تشتركوا في القناة، تعملوا لي فولو، وكمان تقولوا لي رأيكم بقى في الحاجات الحلوة دي. ولو عايزين اعمل لكم فيديو مهم قوي عن طلبات او مستلزمات المدرسة اللي المفروض اولادكم يجيبوها، قولوا لي، لان في امهات بتكون جديدة اول مرة ممكن ما تبقاش عارفة اولى ابتدائي ده بيكون محتاج ايه، لانه اولى زي تانية. تمام، بس كده، واقول لكم مع السلامة.